السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم النهاردة معانا في فيديو جديد وأفكار جديدة. عندنا النهاردة حاجات سهلة وبسيطة جدا وبتكلفة رمزية جدا جدا، فيلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض نشوف الأفكار بتاعتنا. أول فكرة معانا هنستخدم فيها علبة أو كرتونة بأي حجم متوفر عندنا. أنا جبت العلبة اللي أنا هستخدمها وبدأت إن أنا ألزقها، ويعني بقفلها بمعنى أصح بالسيليكون. بعد كده هبتدي إن أنا أفتح فتحة من الاتجاهات بتاعتها. ده المنظر اللي انا محتاجاه. بعد كده بدأت ان انا اقفل كده القاعدة بتاعت العلبة وابتدي ان انا اقويها. العلبة بتاعتي ضعيفة شوية وانا هعمل عليها شغل، فحابة ان انا اقويها عشان تبقى معايا مظبوطة. هستخدم ايه في الفكرة بتاعتي؟ هستخدم اي قماش عندكم تقدروا تستخدموه في فكرة النهاردة. جبت قطعة قماش وبدأت ان انا ألزقها في قاعدة الكرتون. انا هنا مزودة مسافة 2 سنتي او سنتي بس، وهبتدي ان انا اطلع بيه على الجوانب. دي كده اول خطوة معايا. زي ما احنا شفنا قصينا الزوايا كمان، اداني المنظر ده. بعد كده هبتدي اخد ارتفاع وعرض الكرتونة اللي انا مستخدماها، تمام، وعلى اساسها هبدأ ان انا اقص شرايط من نفس القماش اللي انا استخدمته او بالالوان اللي انا عايزاها. يعني انا قصة دي شرايط بمسافة 2 سنتي، حابة ان انا اعملها 3 سنتي زي ما انا عايزة. جبت هنا معايا، يعني انا بوري حضراتكم ازاي اقدر اقص مجموعة من الشرايط بطريقة سهلة كده. بعمل لنفسي باترون وابتدي ان انا احطه على قطعة القماش، وابتدي ان انا اعلم باي قلم وبعد كده بقص. بناخد الطول ونبتدي نعمل ليه باترون. بناخد العرض بتاع الكرتونة ونعمل ليه برضو باترون. ده هيسهل عليكي ان انت تقصي كمية من شرايط القماش سريعا، يعني ما تاخديش فيها فترة، وفي نفس الوقت تطلع معاكي المقاسات مظبوطة. هبدأ بقى اجيب الشرايط اللي هي بالعرض. انا هنا قصة يعني مزودة مسافة 1 سنتي زيادة عن العرض بتاع الكرتون، تمام كده، عشان ابتدي اقفل الزيادات دي على الجوانب العلبة عشان الفينيش يطلع معايا مظبوط. انا هنا مختارة 3 درجات من الالوان. ممكن ان انا اعملها درجتين بس، ممكن جدا. يبقى انا هعمل لون بالعرض واللون التاني هيبقى بالطول. انما لو انا عاملاها زي كده هنمشي بنفس الخطوات اللي انا عاملاها مع حضراتكم. لزقت معايا كل الاطراف بتاعتي وبدأت ان انا اتني الاطراف والزقها كمان. انا هنا هبتدي كل اللي انا هعمله، هبتدي اجيب الشرايط باللون اللي هو التالت المختلف وابتدي اعديه كده ما بين الالوان بتاعتي. مرة هعديه من بين اللون الاصفر ومرة هعديه من بين اللون التركواز. حلو كده. انا هنا لو لاحظتوا انا ولا لزقت في القاعدة من الطرف ده ولا من الطرف ده لسه. انا بركب كده، دي يعني سهلة وبالنسبة لي وسريعة. هتلاقوا نفسكم كده رصيتوا الموضوع كده في لحظة، مش هياخد معاكم اي وقت. بعد ما بخلص الخطوة دي هوري حضراتكم كده، ببتدي ان انا بقى اقفل الاطراف بمساحات بسيطة جدا من الشمع بتاعي او السيليكون. حلو كده. بلزق الاول الطرف بتاع قاعدة القماش من تحت، وبعد كده ببتدي اشد الزيادة عشان ادخلها على جوه بنفس الشكل اللي انا شغالة بيه ده. انا بوريكم يعني انا بلزق شريط شريط او طرف طرف وبرجع ان انا الزقه من الطرف التاني. بعمل الخطوة دي ليه؟ عشان انا عايزاها تطلع معايا مشدودة ومقروبة، ما يبقاش فيه اي مسافات معايا زيادة او اي قماش طالع مش مظبوط. وبكرر نفس الخطوة بنفس الطريقة. حلو كده. كل الزيادات دي انا بلزقها على الداخل. طبعا الكرتونة احنا لسه ما عملناش فيها حاجة من جوه. خلصت كده ما شاء الله بنفس الشكل، وزي ما احنا لاحظنا ده كده وصلت لحد النهاية، ومعايا برضو زيادات ببتدي اتنيها على الجنب. يعني زي ما قلت لكم بنزود 1 سنتي عن العرض بتاع الكرتونة، والطول كمان نفس النظام. تمام كده. خلصت الاتجاه بتاعي بقى بالمنظر ده. لما اجي بقى ابتدي الاتجاه اللي بعده او الجنب اللي بعده هعمل عكس الالوان. يعني انا رصيت التركواز اصفر تركواز اصفر، صح؟ هبتدي ان انا اعمل العكس، اصفر تركواز اصفر تركواز، بنفس الشكل اللي انا عملت بيه ده كده. انا بس حابه اوري حضراتكم كل حاجه بالتفصيل. هي سهله وبسيطه ومش بتاخد وقت خالص، بس لازم اوري حضراتكم كل حاجه. وببتدي اكرر نفس الطريقه اللي انا عملتها في الجنب التاني. طبعا هعمل كل الجوانب بتاعه العلبه بنفس الشكل وبنفس الترتيب، تمام. بقى هخلصها بنفس الطريقه. وبرضو كل مره الاطراف الزياده ببتدي ان انا اقفلها على الجنب اللي بعديه.
عشان الزوايا بتاعه العلبة بتاعتي تطلع مظبوطة. انا هنا ده كده خلصتها، وده اخر جنب من الجوانب. ببتدي برضو اظبط كده واظبط كله الاول، وبعد كده ببتدي اكمل تقفيل. انا هنا مستخدمه في فكرتي زي ما قلت لكم قماش. القماش اللي انا استخدمته ده قماش كوخ، ما خدش معايا اي حاجه. طب انا حابه استخدم عندي مثلا قماش لونه ساده، حابه ان انا استخدمه في الفكره، ممكن جدا يعني مفيش اي مشكله. حسب المتوفر عندك تقدري تستخدمي الفكره، وحسب امكانياتك تقدري برضو تنفذيها، مش شرط نفس ما انا عامله بالظبط. هاجي دلوقتي اجيب معايا اجزاء من الكرتون بنفس الاحجام او بنفس المقاسات بتاعه الكرتونه بتاعتي من الداخل. يعني انا بقص الاجزاء دي وبقيسها من الداخل الاول، وبعد كده ببتدي ان انا اغلفها برضو ببواقي قماش عندي او اي ملابس قديمه متوفره عندك. تمام. فانا بوري حضراتكم طريقه التغليف اللي انا بغلفها. مجهزة هنا معايا 5 أجزاء للداخل. أنا الكرتونة بتاعتي قوية، يبقى مفيش مشكلة، هقدر ان انا اغلف او اركب القماش على طول على الكرتون. بس انا عملت الخطوة دي علشان انا كرتونتي ضعيفة، وفي نفس الوقت عملت فيها شغل ومش عايزة اخسرها على طول، فبعمل الخطوة دي عشان يعني تعيش معايا اطول فترة ممكنة، وفي نفس الوقت تبقى معايا حاجة كده ان شاء الله قوية ومتينة. بلزق كده، بنوزع طبعا السيليكون بتاعنا يكون سخونته كويسة على الأجزاء بتاعة الكرتون، وبعد كده ببتدي أقفل جنب جنب بنفس الطريقة. حلو كده، بنفس الشكل بنفس الترتيب. تمام. فما شاء الله عملت فكرة منظم سهل وبسيط، وفي نفس الوقت تكلفته زي ما قلت لحضراتكم رمزية جدا. مفهوش أي تكلفة، مش لازم اشتري له حاجة مخصوص، استخدموا أي حاجة موجودة عندكم في البيت. مش لازم خالص ان انا اجيب حاجة من بره عشان اعمل بيها الفكرة. دايما احنا بنعتمد على الحاجة القديمة المتوفرة عندنا في البيت. تمام كده. جبت عندي كل اللي انا جبته استخدمته. مضفرة ضفيرة من خيط السلسلة، الضفيرة 3 اطراف، وهبدأ ان انا افنش بيها الفكرة بتاعتي. هقفل بيها الداير بتاع العلبة او الشكل بتاع العلبة بتاعي من فوق، عشان يديني المنظر اللي احنا شايفينه ده. انا مش هضيف لها يعني اي اضافات، هي ما شاء الله فيها الوان كتير، بس انا يعني حبيت اكسر اللون شوية واستخدمت اللون الابيض، فما شاء الله هو ماشي حلو برضو مع الالوان اللي انا مستخدماها. تمام كده. جزء جزء كده بمشيه وبوزع السيليكون، واهم حاجة ان انا اضغط بايدي على الحاجة اللي انا بركبها علشان اتأكد انها لزقت معايا كويس. عندي هنا فيونكتين صغننين خالص عاملاهم من قطعة خيط صغيرة، وببتدي ان انا اثبتها، بس حبيت اكسر الالوان مش اكتر. ممكن اضافة براحتنا، ممكن لا برضو براحتنا. حابين نحط كده وردات برضو ممكن جدا، يعني هنا حسب الذوق. في ناس بتحب الحاجة سادة، طبعا هتبقى زي الفل. وده كده الشكل النهائي. فكرة منظم لذيذ وحلو وبسيط، مخدش منك اي تكلفة، كلها حاجات ان شاء الله متوفرة عندنا في البيت. حابة تعمليه بغطا ممكن جدا على حسب استخدامك ليه. فيا رب يكون عجبكم، اتمنى متنسوش اختكم باللايك، ويلا بينا على الفكرة اللي بعد كده. الفكرة عندي اللي بعد كده انا هستخدم فيها علب الشاي. اي علب شاي متوفرة عندك باي حجم، كمان مش شرط علب الشاي، يعني اي حجم علب عندك منه كميات تقدري تعملي منه ان شاء الله فكرة المنظم برضو ده. جبت العلبة بتاعتي وهبتدي ان انا اقص جنب من الجوانب، الجنب اللي هو يعتبر الكنس في العلبة. هبتدي بقى اخد الجزء اللي انا قصيته ده، انا طبعا مش هرميه، انا هقفل بيه قاعدة العلبة بتاعتي من جوه. تمام كده. وهقص الزيادة. هاجي بعد كده ابتدي اقفل بقى غطا العلبة بتاعي. بنوزع سيليكون ونبتدي ان احنا نقفله عشان يديني علبة كده قطعة واحدة او جزء واحد وتكون سليمة معايا. تمام. هخلص كده معايا، طبعا انا مستخدمة 5 علب من علب الشاي. هبتدي بقى ألزق ال5 علب دول جنب بعض بالطريقة اللي حضراتكم هتشوفوها دي. انا هنا بلزق علبة علبة وبوري حضراتكم انا بعمل ايه. علشان خاطر لازم نأكد على الشمع لو ما ضغطتش عليه، يعني بعد ما بحطه وحطيت العلبة على العلبة لو ما ضغطتش عليه بتحصل اوقات ونلاقيه ان هو ما لزقش الحاجة كويس، خصوصا في الحر اللي احنا فيه ده. تمام. فعشان كده بأكد عليكم دايما ان احنا نضغط عليه كويس. خلصت كل الاجزاء بتاعتي كده بنفس الشكل. تمام. هبتدي بقى دلوقتي اعمل العلب
بتاعتنا زي ما احنا عارفين ان هو الكرتون المقوى، بس اللي هو الخفيف مش التقيل. في فرق بين الكرتون اللي هو السميك او الكرتون الخارجي عن الكرتون اللي هو بتاع العلب الاكل والحاجات اللي زي كده. هاجي دلوقتي كده ابتدي ان انا هلزق بقى او اقفل كل فكرة المنظم بتاعي بالكرتون. هقفل الجوانب وهقفل القاعدة وهقفل كله عشان يبقى معايا فكرته قوية وفي نفس الوقت ماسك نفسه معايا حلو، ويبقى عملي اكتر كمان في الشغل معايا. تمام، خلصت كده. انا مستخدمة ده كرتون عادي، كرتون بتاعت شيبسي عادية جدا، بقفل بيها الفكرة بتاعتي. فما شاء الله اداني المنظر اللي احنا شفناه دوت. هاجي بقى بعد كده هبتدي اعمل ابسط حاجة واسهل حاجة اقدر استخدمها الستيكر. هبتدي ان انا اجيب، بيبقى طبعا اللزق بتاعه منه فيه. طبعا انت بتبقي لو مش حابة تكلفي نفسك، يعني ابسط الامور حتى مش هياخد معاكي حاجة ما تذكرش من الستيكر. جبت عندي هنا يعني دي اجزاء متوفرة عندي كده، زي ما قلت لكم برضو ان انا بحب ان اشيل كل القصاقيس اللي بتطلع معايا من الستيكر ومن الورق ومن الفوم. كل الكلام ده انا بحتفظ بيه لاني بحتاجه بعد كده. ببتدي ان انا اقفل كده الاطراف بتاعت علبة واقفل عشان بس تبقى الشكل بتاعي والمنظر مظبوط. بعد كده هقص اجزاء كبيرة على قد برضو العلبة من الستيكر، وده طبعا بقى برضو في اجزاء الكبيرة دي انا قصاها من ستيكر سليم. وببتدي ان انا الزقها وبضغط كده وافردها بالمسطرة. غلفت كده ما شاء الله العلبة بتاعتي، وهكمل كل التربو او كل المنظم بتاعي بنفس الشكل. بعد كده هبتدي اغلف القاعدة من بره بنفس الستيكر اللي انا هستخدمه. هبتدي اغلف بيه القاعدة ومزودة زيادة مسافة 1 سنتي من الجوانب. يعني لو طلعت مثلا معايا 15 سنتي والطول بتاعه مثلا 30، لا انا هخليه 17 سنتي والطول بتاعه يبقى 32. ده انا بدي حضراتكم مثال. لازم ازود زيادة عشان اقفلها على الجنب، يبقى الاطراف بتاعتي كلها متغطية ونضيفة. هجيب بقى ستيكر كمان بلون تاني بشكل تاني، وهبتدي ان انا اقفل بيه الجوانب بتاعتي. طب احنا حابين نستخدم، لو انت مثلا برضو متوفر عندك ملابس قديمة وحابة تعملي بيه الفكرة، عشان مش عايزة تكلفي نفسك مثلا تمن الستيكر، تقدري تجيبي برضو الملابس القديمة المتوفرة عندك، تقدري ان انت تغلفي بيها، تنسقي الالوان زي ما انت عايزة. ويفضل لو انت هتستخدمي ملابس ان انت تلزقيها بالغراء الابيض. الغراء اللي هو غراء الخشب موجود عند محلات الدهانات، ده هيديكي نتيجة هايلة جدا، ده لو انت استخدمتي القماش. بعد كده بقى هنبتدي نفنش الفكرة بتاعتنا. يعني انا خدت درجة من درجات الالوان بتاعة الورد اللي موجودة في الستيكر، وبدأت ان انا كده هقفل كل الاطراف. ده انا بما اني مستخدمة خيط اللي هو المكرمية، احنا عارفين ان لازم نحرق اطرافه بالولاعة عشان خاطر بينسل او بيفك بكل سهولة. فبوري برضو حضراتكم الخطوة دي. بلزق كده على ما بين كل فاصل من الفواصل العلبة، وبعد كده بقفل الاطراف كلها بتاعة المنظم بتاعي. حلو كده. انا هنا اقدر اكتفي بيه كده، بس انا لسه طبعا بكمل وهبتدي ان انا احط له اضافات تانية. ده برضو ضفيرة، بس انا مضفراها من 3 اطراف، هقفل بيها الاطراف كلها بتاعة المنظم. وبصوا انا بضغط ازاي عشان عايزة الخيطين او الخيط اللي انا بركبه يتقابل كده، الطرف ده مع الطرف ده، ما يبقاش فيه اي فروقات. الخطوة بقى عندي اللي بعد كده، طبعا انا هخلص الخطوة دي فوق وهكررها تحت في الطرف من تحت. مجرد بس ضفنا اضافة بسيطة للفكرة غيرت لنا شكلها تماما. تمام كده، ده كده الشكل بتاعها. بعد كده هبتدي اجيب معايا قطع من السلك، ده سلك اللي هو بتاع الرسيفر، وهبتدي ان انا الف عليه اجزاء من الخيط. مجهزة واحدة كمان، اليد دي انا عاملاها 15 سنتي ولفاها زي نص دايرة زي ما حضراتكم شفتوا كده. هبدأ بقى احط السلك بتاعي في الاطراف، ولو لاحظتوا ان انا بدخله جوه اطراف الكرتون عشان يبقى ملزوق معايا كويس. عملت الاتجاه التاني بنفس الشكل. على فكرة المنظم ده ينفع جدا للأغراض الصغيرة، ممكن كمان ينفع للملابس زي الشرابات والبندانات والحاجات الصغنونة دي. طبعا احنا بيبقى بتضيع في وسط الهدوم، ممكن نعمل فكرة المنظم ده، وعلى فكرة هيشيل معاكو كتير جدا جدا. جبت بعد كده بعمل معاكو زي شرشوبة كده صغيرة. هبتدي ان انا من نفس الخيط اللي انا استخدمته، ده خيط زي ما قلتلكوا خيط مكرمية،
ببتدي ان انا لفيت بس مش كتير، يعني عشان هو بيبقى سميك فانا مش عايزة ان هو يبقى كتير، فبلف بس حوالي 10 لفات كده على ايدي. وبعد كده ببتدي ان انا اربطهم او امسكهم مع بعض بقطعة من الخيط كمان، وهبتدي ان انا احددها بعد ما قصيتها، وهبتدي ان انا افك بقى الضفيرة اللي هي بتبقى على بعضها دي، يعني خلي الخيط يفك من بعضه. هو بيفك بكل سهولة على فكرة خيط المكرمية ده. تمام. بصوا ما شاء الله اداني الشكل ده. بعد كده هبتدي نساوي الاطراف، ممكن برضو نعمل الخطوة دي وممكن لا، حسب طبعا زي ما انت عايزة. انا كل اللي هعمله ان انا هلزقها في الجنب كده زي ما حضراتكم شفتوا. انا كده تقريبا خلصت الفكرة، برضو حاجة كده بسيطة وسهلة وما فيهاش اي حاجة. اتمنى بجد تكون افكار النهاردة عجبتكم، واتمنى ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناة. شكرا ليكم والسلام عليكم.